بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احبتي الكرام، فيديو جديد ان شاء الله غادي نقدم لكم فيه طريقه صنع كسكسو ديال الشعير، يعني طريقه كيفاش كنصاوبوه بالدقيق. نتمنى تفرجوا ان شاء الله في الفيديو حتى الاخير تشوفوا الطريقه والمقادير. يعني كسكسو بالخضره ديالو كلشي طبيعي يعني صحي. هنا خدينا يعني لاصوص اللي غادي تكون في الكسكسو، خدينا اللفت البلدي، فلفله وخيزو كذلك بلدي اللي هو الصفر. كنقطعوهم بطريقه عشوائيه، هاد الطريقه ديال الناس ديال زمان لكن صحيه ولذيذه. نتمنى لكم تجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم. بالنسبه للناس اللي كيعشقوا يعني الطبيعي، صافي هنا درنا فلفله وبصله وكتنقى الخضره مزيان كتغسل. صافي كنديروها في القدره في الطنجره ديال الكسكسو، كنقطعوا عليها البصله وكنديروا معها شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملحه فقط. هاد العناصر هما اللي كيكونوا في هاد الاكله. في اناء اخر بعد ما حطينا الخضره طيب فوق العافيه، في اناء درنا الملحه كذلك الملحه ديال ديك الحرشه، يعني كلشي طبيعي. كنديروا معها شويه كنحركوهم مزيان حتى كيذوب ديك الملحه. هنا صافي خدينا الدقيق ديال الشعير اللي سبق ليا حضرته معكم في الفيديو السابق، كنديروه على داك الماء والملحه وكنبسبسو بهذه الطريقه. يعني كنعمل هاد الحركات ما نعجنوش، انما كنحاولوا يعني يكون مرمل. كندير غير شويه ديال الماء وكنخدموا بهذه الطريقه بجوج يدينا. الا يعني لاحظنا انه معجنشي شويه كنزيدوا شويه ديال الدقيق، او العكس الا يعني خصو الماء نزيدو شويه ديال الماء. المهم كيكون على هذا الشكل. كندوزو في الغربال اللي يتقب باش يعطينا يعني الكسكسو. ها هو كيخرج فيه بهذه الطريقه خوتي، كيكون تماما بحال اللي كنشريو في الباكيات ديال يعني اكثر كيصوبوه الجمعيات. كاين اللي كيدير فيه الدقيق ديال القمح، حنا درنا غير الشعير فقط. ها هو كيبان لكم. بالنسبه للكسكسو راه غربلناه جوج مرات، المره الاولى خرجناه كسكسو، المره الثانيه غربلناه باش يتحيد فيه داك الدقيق. داك الغربال الثاني يعني داك الغربال اللي ما متقوبش مزيان اللي كنحيدو به الدقيق فقط. صافي هنا بعد ما يعني قدينا درناه في الكسكاس وغادي تحط فوق ديك الخضره داك اللفت وداك الخيزو حتى يعني يطلع فيه البخار. ها هي الخضره بدات كطيب، صافي حطينا عليها داك الكسكسو وكنتسناو حتى كيطيب بحال الكسكسو العادي تماما، نراقبوا داك البخار اللي كيخرج فيه. صافي من بعد ما كيخرج فيه البخار كنعرفوه بانه طاب. صافي من بعد ما تفور لينا التفويره الاولى كنخويوه في اناء وكنرشوه بشويه ديال الماء مملح اللي كندوبو فيه الملحه وشويه ديال زيت الزيتون. كنحركوه بهذه الطريقه. بالنسبه للدقيق
يعني كيبقى اختياري، كل واحد يقدر يستعمل الكميه اللي بغا. حنا تقريبا استعملنا كيلو ونص ديال الدقيق، اللي بغا يستعمل غير نص كيلو حتى يجربوه ممكن، او كيلو على حساب كل واحد والاختيار ديالو. صافي من بعد ما شرب لينا الماء مزيان وحركنا وبدا كيبرد لينا، صافي رديناه للكسكاس المره الثانيه باش يطيب مزيان عاوتاني. صافي من بعد ما صافي هكا كنخليوه يطيب مزيان تا كيبان لينا تاني الفوار طالع منه او البخار. صافي ها هو من بعد ما طاب مزيان وطلع فيه البخار مزيان او الفوار ديالو، كنطفيو عليه. بالنسبه لاصوص اللي كيكون في الخضره كتبقى الاختياري، من الاحسن يعني لاصوص تبقى خضره شي شويه، ما يكونش فيها الماء كتير. صافي كنخويوه كنحركوه شويه بهذه الطريقه. كنسقيوه بهذا الشكل بالخضره طبيعيه 100%. هذا النوع ديال الخضره راه معروفه في بلادنا، خيزو الصفر واللفت البلدي. كيتسقى يعني بهذه الطريقه، وكنسقيوه بشويه ديال زيت الزيتون وكيتقدم بالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله. هذه اكله يعني بسيطه لكن يعني المفعول ديالها او الفوائد اللي فيها راه كثيره بزاف، صحيه بزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله، وواحد اللايك من عندكم، واحد الاعجاب ان شاء الله تشجعونا. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.